السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب، اللهم امين. في البداية انا حابة اشكركم جدا جدا، كل اللي دعا لماما وكل اللي طمن عليها، ربنا يا رب يبارك لكم. وبرضه باكد عليكم ما تنسوهاش من دعائكم، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. النهارده هنعمل مع بعض وصفة الفتة المصرية الأصيلة بطريقة تحفة جدا جدا، هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله وهتنور رضاكم. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. حبايب قلبي اللي بيتفرجوا بينسوا يعملوا لايك، بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا لايك فضلا منكم. هنبدأ أول حاجة نسلق اللحمة بتاعتنا، السلق العادي جدا اللي احنا كلنا بنسلقه. دي لحمة ماعز، مش الضاني اللي تبقى ريحتها مش حلوة، لا لا، هي دي لحمة ماعز. هنبدأ نحطها في مية بتغلي ونسيبها لغاية ما تغلي معانا كده. لو عملت فوم على الوش او اي رغوة بنشيلها عشان دي بتبقى زفارة، وننزل عليها ببصلتين متقطعين رباع وجزراية متقطعة زي ما احنا شفنا مع بعض كده. وننزل عليها بمعلقة من السكر، مش هنحط ملح دلوقتي خالص، ممكن تحطي ورق لورا، حبهان، اللي انت حابة تحطيه. بس الملح والفلفل بنحطه لما بتبقى قربت تخش على سوا. يعني هي كده كانت قربت تخش على سوا، هبدأ انزل بالملح والفلفل الاسود. يعني هي قعدت كده بعدها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة وكانت استوت تماما وطفيت عليها. كده بتكون خلصنا اللحمة والشوربة بتاعتنا. معانا بقى حلة على النار، هننزل بمعلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة البلدي او اي سمنة متوفرة عندك، مش لازم يعني سمنة بلدي. وابدا انزل بمعلقه من الثوم المفروم زي ما احنا شايفين مع بعض كده. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بنعمل الرز بتاع الفته. الطريقه دي بتخليك الرز حلو جدا جدا جدا. التومه بتاعتنا مش هتلون خالص خالص خالص، يعني احنا عايزينها بيضه عشان ما تغيرلناش لون الرز. احنا بس هنديها يعني تقليبه، مش تشويحه، لا تقليبه عند ما ايه تطلع ريحتها. ونبدا نطفيها باربع معالق كبار من الخل. وابدا انزل بعد كده بكوبايتين من الرز المصري، وانزل عليه بالملح ونص معلقه من السكر. نص معلقه السكر دي يا جماعه يعني بتخلي الرز الابيض ده تحفه جدا جدا. جربوا التركية دي، وجربوا الخل والثوم على الرز بتاع الفته، بيودي لك الرز في حته تانية خالص، بتبقى ريحته وطعمه يتجنن. بعد كده بقى كل كوبايه رز مصري نزلنا عليها بكوبايه من الميه المغليه او الشوربه. انا حطيت نص الكميه شوربه ونص الكميه ميه، تقدري تحطي مكعب مرق وتحطي ميه بس. بعد كده بقى بسيبه على النار لغايه ما يتشرب ميته زي ما احنا شفنا مع بعض كده، وابدا اقلبه واوطي عليه خالص بعد ما يتشرب الميه. وبكده الرز بتاعنا تقريبا خلص خلاص، هنسيبه لغاية ما يستوي. ده العيش اللي هنعمل بيه الفتة، هنقطعه وندخله الفرن بدون اي مواد دهنية لغاية ما يتحمص معاك. ده عيش بلدي خالص، تقدري تعمليه بالعيش الشامي المتوفر عندك. بس انا كان العيش البلدي ده هو المتوفر عندي، فانا استخدمت العيش البلدي اللي هو العادي خالص. بعد كده بقى هبدأ أعمل الصلصة بتاعت الفتة بتاعتنا. معانا معلقة من السمنة، أنزل عليها بمعلقة من التوم أو راس من التوم المفروم. أقلبها لغاية ما تبقى ذهبي معانا كده زي ما احنا شايفين. أول ما تاخد اللون الذهبي أبدأ أنزل بربع معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الأسود وأشوحهم. وبعد كده أنزل عليها بربع كوباية من الخل، بس المقطع ده معلش بقى اتحذف معذرة. كنت مفكرة الموبايل بيصور، بس لقيت ان المقطع ده ما تصورش بتاع الخل. بعد كده بس هو ما عملتش حاجة اكتر من حطيت ربع كوباية خل بس. بعد كده هبدأ انزل بالصلصة بتاعتنا. دي صلصة كانت عندي في الفريزر، نزلت بيها. بعد كده اول ما اتسبكت نزلت بس بكبشتين من الشوربة بس عشان اظبط القوام. وبعد كده شلت بقى الصلصة بتاعت الفتة وسبت كبشة واحدة بس، دي اللي هحط عليها الشوربة اللي احنا هنعمل بيها الفتة. احط عليها كده الشوربه زي ما احنا شايفين واسيبها لغايه ما تغلي. الكبشه دي بتاعه الصلصه اللي بالخل والثوم بتخلي طعم الشوربه حلو جدا، وبينقلك الفته نقله تانية، ويخليك طعم الفته حلو جدا، بيبقى شارب من طعم الخل والثوم والصلصه، فبيبقى طعمه حلو جدا. معانا بقى طاسه على النار، هنزل فيها بمعلقه من السمنه او الزبده مع معلقه زيت، وابدا انزل فيهم باللحمه بتاعتنا اديها تحميره، وارش عليها ملح وفلفل وبس. على كده مش هعمل اكتر من كده. تقدري تدهنيها بصلصة من بتاعة الفتة وتحطيها في الفرن لو انت مش عايزاها تكون دسمة قوي.
ده الرز بتاعنا بعد ما استوى معانا زي ما احنا شايفين كده، لونه ابيض فاتح ومفلفل، وكان طعمه حلو جدا وريحته حلوة جدا جدا. وده العيش بتاعنا بعد ما اتحمص معانا في الفرن، مش حاطه عليه اي مواد دهنيه، ما حبيتش ان الفته تكون دسمه قوي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، اي لقمه عيش خدت تحميصه زياده او لونها غمق سنه ابدا اشيلها، عشان ايه؟ طعمها ما يمررش معايا الفته. بعد كده بقى ابدا احط العيش بتاعي في السيرفيز اللي انا هعمل فيه الفت، زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وبعد كده هبدا اجيب الشوربه بتاعتي. الشوربه لازم تكون مغليه، اللي احنا حاطين عليها الكبشه بتاعت الصلصه بالخل والثوم، لازم تكون معانا الشوربه سخنه بتغلي. ابدا كده احط عليها شوربه. لو انت حابه تحبيه طري بقى هتغرقيه شوربه، لو انت بتحبيه كده زي يكون فيه سنه قرمشه مش هتكتري الشوربه عليه. يعني انا ما غرقتوش. يعني ايه؟ لو انت بتحبيه طري تحطيه في حاجه، بوله او صينيه غويطه، عشان تحطي الشوربه عليه كتير. بس انا بحبه يعني يبقى فيه سنه قرمشه. ده حسب بقى ما انت عايزه. قلبته كده عشان ايه؟ احاول اخلي الشوربه تبقى طايله كل العيش زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وابدا انزل عليه بالرز بتاعنا. كانت ريحته تحفه 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 بجد، مش عشان انا عاملاه والله، لا كانت ريحته وطعمه يجنن. التركية بتاعت التوم والخل مخليه طعم الرز موديه في حتة تانية خالص. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بعد ما حطينا الرز على العيش بتاعنا هبدأ انزل بكبشة من الشوربة كده، عشان خاطر الرز مع الفتة تاخد التطعيمة كلها مع بعضها من الشوربة. وبعد كده ابدأ انزل عليه بالصلصة بتاعت الفتة اللي احنا عاملينها. وابدأ احط اللحمة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. كانت دي النتيجة. وعايزة اقول لكم ان طعمها كان حلو جدا جدا بجد. فتة مصرية اصيلة. وعايزة اقول لكم ما كانتش دسمة قوي، لان العيش ما بيبقى متحمص في او مقلي في قلب سمنة او زبدة او مادة دهنية بيبقى تقيل جدا. لا ما كانتش تقيلة، كان طعمها حلو جدا وكانت خفيفة. وبكده بتكون خلصت وصفتنا بمنتهى السهولة. صدقوني لو جربتوها هتعجبكم. واللي وصل معايا لغاية كده ما ينساش يعمل اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. جربوها صدقوني مش هتندموا. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.